وفاة غامضة تعيد جثة 60 إلى الواجهة، وتحرك تحقيقا قضائيا في كروشن بإقليم خنيفرة. الروح عزيزة عند الله عز وجل. أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بابن ملال اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري باستخراج جثة رجل 60 توفي سنة 2020 دفن بمقبرة كروشن التابعة لإقليم خنيفرة، وذلك في إطار تحقيق قضائي حول ملابسات وفاة وصفت بالمشبوهة. التحقيق جرى فتحه بناء على شكاية تقدم بها ابن المتوفي المقيم بالديار الأوروبية، الذي عبر عن شكوكه في الرواية الرسمية لوفاة والده، مما دفع السلطات إلى إعادة فتح الملف بأمر من الوكيل العام. وحسب بعض الأخبار المتداولة فقد وردت معلومات تشير إلى احتمال تورط عضو جماعي بارز ومجموعة من الأشخاص في ظروف الوفاة، وهو ما استدعى إخضاع الجثة للتشريح الطبي بحضور السلطات المختصة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات جديدة. إنا لله وإنا إليه راجعون.